السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا سورة الأعلى في المنام. تعتبر رؤيا سورة الأعلى في المنام من الرؤى المحمودة التي تحمل في طياتها الخير والبشرى، وقد اتفق معظم مفسري الأحلام على دلالتها الإيجابية. فمن رأى نفسه يتلو سورة الأعلى في المنام فإن ذلك يدل على صلاح حاله وقربه من الله تعالى، وقد تشير الرؤيا إلى أن الرائي سيهتدي إلى طريق الحق وييسر الله له العبادات وينال الخشوع في صلاته. يفسر بعض المفسرين رؤية هذه الصورة بأنها رمز للتيسير في الأمور الصعبة، حيث سيعين الله الرائي على تجاوز المحن والعقبات في حياته، فهي تدل على البركة في الرزق والمال والذرية، وأن الله سيبارك له فيما يملك. فرؤية سورة الأعلى قد تدل على نيل العلم النافع والحكمة، وأن الرائي سيفهم أمور دينه ودنياه بشكل صحيح، وقد تكون إشارة إلى أن الله سيلهمه الصواب في أقواله وأفعاله، وسيكون له شأن في مجال الدعوة أو التعليم. للمذنب هذه الرؤيا تعد بشارة للتوبة النصوح وقبولها، وأن الله سيغفر له ذنوبه ويطهره منها. ورد في بعض التفسيرات أن رؤية سورة الأعلى قد تدل على قرب سفر الرائي إلى مكان مقدس أو رحلة فيها خير، مثل أداء العمرة أو الحج، خاصة إذا كانت الرؤية في سياق مناسب لذلك. فرؤيا سورة الأعلى للعزباء قد تشير إلى زواج مبارك من رجل صالح أو تيسير أمورها الدراسية أو المهنية. للمتزوجة رؤيا سورة الأعلى تدل على صلاح زوجها وأبنائها وبركة في بيتها ورزقها وزوال الخلافات والمشكلات الزوجية. للحامل تبشر ولادة سهلة وميسرة، وأن المولود سيكون سليما وصالحا. للمطلقة سورة الأعلى تعطيها الأمل في حياة جديدة أفضل وتيسير أمورها، وقد تدل على عودة إلى زوجها إن كان فيه خيرا أو زواج جديد. أما بالنسبة للرجل فرؤيا سورة الأعلى تدل على الرزق الحلال والبركة في تجارته أو وظيفته ونجاحه في مشاريعه وصلاح أبنائه. بشكل عام رؤيا أي صورة في المنام وخاصة الصور القصيرة تعد من الرؤى الإيجابية التي تدعو إلى التفاؤل والتقرب إلى الله. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.